السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنحضر مع بعض صينيه كده بطاطس بالقشطه، حاجه كده خيال، طعمها روعه. غدا اقتصادي جدا يعني، ولا محتاجين لحوم ولا فراخ، مش محتاجين اي حاجه في الوصفه دي. كمان هي سهله ومش مكلفه خالص، وان شاء الله تكون متوفره في البيت. معايا بطاطس، معايا حوالي 3 بطاطسات، قشرتهم وقطعتهم لشرايح رفيعة كده. انا قطعتها لشرايح رفيعة علشان بس تسهل عليا عملية السوا. طبعا قطعيها بالحجم اللي انت عايزاه. جبت حلة وحطيت فيها مية وضفت عليها البطاطس وكمان معلقة صغيرة من الملح، وارفعهم على النار لحد ما البطاطس تستوي تماما. لازم البطاطس تستوي جدا. بعدين هبتدي اصفي بقى البطاطس وهجيبها كده. انا عايزه البطاطس دي اهرسها لهرس ناعم جدا جدا. يعني انا عايزاها تبقى ناعمه قوي، ما فيهاش اي تكتلات خالص. فانا بعد ما هرستها، جبت المصفى وحطيت فيها البطاطس وبدأت ان انا اصفي البطاطس كده علشان كلها تبقى ناعمة جدا. معايا كده علبة من القشطة. طبعا ممكن تستغني عن القشطة العلب، وكمان تضيفي معلقتين كبار من القشطة اللي موجودة على اللبن. بنغلي اللبن ونسيبه يبرد تماما، وهنشيل القشطة اللي اتكونت على وش اللبن ونضيفها على البطاطس. هتدي طعم احلى بكتير من القشطة المعلبة. هابتدي اقلب القشطه مع البطاطس كويس جدا، وبعدين هضيف شويه ملح صغيره خالص عشان انا ضفت ملح على سلق البطاطس. وكمان هضيف رشه بسيطه خالص من الفلفل الاسمر، يعني اقل من ربع معلقه صغيره. وبعدين اقلبهم كويس قوي. هجيب بقى الطاجن بايركس، صينيه، الحاجه المتوفره عندنا، وابتدي انزل فيه البطاطس واسويها بقى كويس قوي. بعدين انا هنا هضيف كده على وش البطاطس حوالي معلقة كده كبيرة من الكريمة. طبعا ممكن تستغني عنها، نضيف بدلها عندك القشطة، نضيف حوالي معلقة كده من القشطة ونحطها على وش الصينية. ويعني بندهنها كده. ممكن دي يعني ان احنا نستغنى عن الجبنة الموتزاريلا اللي انا هضيفها على الوش. يعني معلقة القشطة دي هتغنيكي ان انتي تضيفي شوية جبنة موتزاريلا. احنا هنضيف حوالي معلقة بس كبيرة من الجبنة الموتزاريلا. فلو انتي عندك قشطة تضيفي كده معلقة على وش البطاطس. طيب لو مش عندك قشطة بس عندك جبنة موتزاريلا، ضيفي حوالي معلقة كبيرة، هترشيها بس على البطاطس كده من فوق. هتدينا شكل حلو قوي ومطة كده كمان، والطعم برضو حلو جدا. زي ما قلت لحضراتكم ممكن تستغنوا عنها خالص. هدخل بقى البطاطس على فرن متسخن طبعا من قبلها وعالي. بدخلها، بتاخد حوالي، يعني خدت حوالي اقل من نص ساعة، حوالي نص ساعة ل5 دقايق. وشغلت عليها الشواية، خدت لون من على الوش كده، هنزينها بس بشوية من البقدونس كده، اي خضار يعني، عشان نكسر اللون. وهبتدي اقطعها معاكم، شكلها روعة. وجبة اقتصادية خالص، مش مكلفة، متاخدش معانا طبعا وقت خالص. يعني البطاطس ما خدتش حتى وقت في السليق. كمان في الفرن برضو مش بتاخد وقت. بعد ما بندخلها في الفرن، يعني ما بنطلعها كده، هتلاقوها بصوا دايبة جدا جدا. لو مش بتحبوا البطاطس المسلوقة، الوصفة دي كفيلة انها تغير رأيكم تماما عن البطاطس. وكمان ناعمة قوي وطعمها حلو قوي. اهم حاجة بقى، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه ان شاء الله. وكمان كومنت حلو لو الوصفة عجبتكم. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.